Let's go. ده توني، شاب من ليبرتي سيتي قلبه ميت ورايح في أي حكاية، وأيا كان منين مهما كان مودي على فين هو مودي، I saved a few guys, but we lost too many before I got here. ومستعد يضحي بروحه من أجل ولائه المطلق للراجل ده، سالفاتور ليوني، زعيم عصابة ليوني وتاجر مخدرات كبير في ليبرتي سيتي. We're finished. Men of honor like you and me. بس في الوقت ده كان لسه مش كبير قوي في المدينة، كان عنده كازينو واحد بس في ليبرتي سيتي، ولسه هيستحوذ على أماكن أكتر في المدينة زي ما هنعيش مع بعض في قصة النهاردة. You're gonna deliver a message for me. وبتبدأ الحكاية بتوني وهو نازل من الباص، وبيبقى باين عليه إنه كان مسافر بره المدينة لأسباب لسه محدش يعرفها، وبيبقى لسه واصل حالا. وأول ما بيوصل بياخد بعضه وبيروح على قصر سالفاتور ليوني، وسالفاتور بيرحب بيه وبيبقى مبسوط إن هو رجع، وبيبقى باين من كلامهم مع بعض إن توني خلص له حاجة مهمة جدا، واللي برضه لسه ما نعرفش هي إيه، بس أكيد هنعرفها قدام مع أحداث القصة. والمفروض إن توني كان متوقع إن هو يترقى في العصابة بعد ما يرجع، بس سالفاتور بيصدمه وبيديها له في وشه ومش بيرقيه، وبيخليه يشتغل تحت الراجل ده فينشينزو، وده عضو معاهم في العصابة ولسه مترقي، وكان في يوم من الأيام شغال تحت توني. فتوني بيتعصب عشان المفروض إنه يترقى بعد ما يرجع وبتاع، وحوار إن الصبي بتاعه ده هو اللي هيبقى معلمه ما كانش جاي معاه سكة. بس سالفاتور في الآخر بيسلفنه وبيقول له إنه خد قراره، وإنه ما بيحبش حد يعدل على قراراته اللي بياخدها في منظومته، وفي الآخر بيقول له إنه هيشتغل مع فينشينزو، وفينشينزو بقى هيجيب له مكان يبات فيه وهيشغله معاه وياخد باله منه وكل الكلام ده. فتوني من أجل ولائه لسالفاتور بيعصر على نفسه ليمونة، وبيرفع شعار الله الوطن سالفاتور ليوني، وبيمشي الدنيا. المهم إن فينشينزو بياخد توني وبيروحوا على المكان اللي هيبات فيه عشان يغير هدومه، وبعدها بيتحركوا وبيروحوا على مكتب فينشينزو عشان يبداوا شغل. وفينشينزو ده بنعرف ان هو شخصيه سودا ومقرفه وعيل غلاوي شبه احفاد القرود ابن الاحبه ده غير انه كان على طول بيتكلم مع توني بتعالي وبيعامله وحش جدا وهو بيديله اي اوردر في الشغل. وتوني برضه بيفضل مستحمل وبيمشي الدنيا من اجل سالفاتور لحد ما يشوف اخرتها. المهم اننا بنعرف ان فينشينزو عنده مشكله في الايرادات، بس بيقول لتوني ان الرجاله بتاعته في الشارع بقالها كام يوم مش بتبيع ومش بتدخل فلوس وبتاع، فبيبعت توني عشان يشوف الرجاله مالها في الشارع. وفعلا توني بينزل على الشارع عشان يشوف الرجاله ما بتشتغلش ليه، ومن هنا بنكتشف ان الرجاله بتاعته مش عارفه تشتغل ولا عارفه تبيع، عشان في عصابه تانية في الشارع اسمها عصابه سانتاكو، رجالتهم بيبيعوا في منطقتهم. وعصابه سانتاكو دي عصابه كبيره في السوق وليهم وضعهم في ليبرتي سيتي، بس رجليهم بدات تاخد على الشوارع بتاعت منطقه فينشينزو اللي هي اصلا تبع سالفاتور، وده طبعا عكس الاتفاق اللي كان ما بين العصابتين، وده اللي مخلي رجاله فينشينزو مش عارفه تبيع، وفينشينزو الايرادات عنده واقعه. ده غير الحرب البارده اللي كانت دايره بين سالفاتور وسانتاكو ايام ما كانوا شركاء في كازينو كاليجولا في سان اندرياس في مدينه لاس فينتوراس، فالدنيا اساسا والعه بينهم من قبل ما القصه تبدا. فانت ممكن تتفرج على حلقه GTA سان اندرياس وقصه حياه CJ بعد الحلقه دي لو حابب تعرف اللي حصل بين العصابتين. المهم ان توني مش بتفرق معاه سانتاكو من غيره، وبياخد بعضه وبيلف في المنطقه وبيخلص على اي حد بيقابله منهم. وطبعا سانتاكو عصابه كبيره هي كمان، فمش بيسكتوا على اللي حصل، وبيوصل لفينشينزو خبر ان عصابه سانتاكو بدات هي كمان تخلص على ناس من عصابتهم في الشارع. ومن هنا بتبدا الحرب رسميا بين عصابه سالفاتور وعصابه سانتاكو لتاني مره، بس المره دي بتبقى في ليبرتي سيتي مش في سان فينتوراس. وفي وسط الحرب ما عماله تتصاعد ما بينهم، فينشينزو بيفكر توني بواحد اسمه JD، وده يبقى عضو في عصابه سانتاكو وفي نفس الوقت مدير ديسكو من اللي سانتاكو مسيطرين عليهم. والمفروض ان توني عايز من JD ده فلوس، بس دي حاجه على جنب كده ملهاش تاثير في القصه، بس انا قلت اقول لك وخلاص يعني. المهم ان JD ده بيبقى عضو في عصابه سانتاكو، بس بيبقى اتخانق منهم وقرر ان هو يشتغل جاسوس لعصابه سالفاتور، وفي المقابل انهم بعد ما يسيطروا على الديسكو JD يبقى هو صاحب الديسكو والراجل بتاع سالفاتور اللي في المكان. والمفروض ان توني هيستغله في الاحداث عشان يطلع منه معلومات عن عصابه سانتاكو عشان يفكك عصابتهم ويسيطر على اماكنهم، بس هو ملوش دور معانا دلوقتي، بس اكيد هنرجع له تاني في وقته المناسب. المهم ان توني بيبدا يتسحل في مشاكل فينشينزو اللي في الشارع وحربهم مع عصابه سانتاكو، لحد ما في مره فينشينزو طلب من توني انه يجيب له عربيه معينه من مكان معين، وتوني فعلا بيروح عشان يجيبها له. بس لما بيوصل هناك بنكتشف ان ده كان كمين فينشينزو عامله لتوني، وبنعرف ان العربيه دي بيبقى فيها مخدرات ومتبلغ عنها. فتوني بيهرب من الشرطه، وبعد كده بيكلم فينشينزو بيهزقه على اللي هو عمله، وفينشينزو بيدافع عن نفسه وفي نفس الوقت بيتكبر على توني في الكلام وبيقول له انا كبيرك وولي نعمتك وبتاع. فتوني بيتعصب اكتر وبيقول له ان هو عيل وسخ وغدار وانه مش عايز يشتغل معاه تاني، وبيقفل السكه في وشه، وبيروح يكسر له العربيه بتاعته اللي لسه جايبها له وبيرميها في المنفى بتاع الخرده. وبكده توني يكون انتقم من فينشينزو، بس في نفس الوقت بقى من غير لا شغل ولا سكن. ومن هنا بيبدا فصل جديد في حياه توني، واللي هيوضح لنا اسرار كتير مربوطه باجزاء تانية في سلسله GTA. بس قبل ما نكمل ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس، ودي قصه اكتر راجل اتظلم في سلسله GTA كلها، توني سيبرياني او كبرياني او whatever man.
المهم ان توني بعد ما بيسيب فينشينزو بيبقى من غير لا بيت ولا شغل، فبياخد بعضه وبيروح على بيت مامته وبتاع عشان ملوش غيرها. بس مامته مش بترضى تدخله البيت، والصراحه بتبقى مره مسيكبه ورايحه منها وبتفضل تعايره باصحابه انه احسن منه وتزقه في حته المقارنه بينه وبين صحابه وبتاع، وهو كل ما تقول له على حد ان هو احسن منه يغل منه فيروح يخلص عليه، لحد ما في الاخر امه اجرت له ناس عشان تخلص عليه، بس هو اللي بيخلص عليهم وبيفلت بجلده. ومن بعدها ما سمعناش عن امه تاني غير في مكالمه واحده في اواخر اللعبه، وده مختصر علاقته بامه، والجزء ده اصلا ملوش اي تاثير في القصه، بس انا قلت اقول لك وخلاص عشان ضميري المهني، وكفايه لحد كده عشان دي عيله عقلهم متكسك اصلا. وبص انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. المهم ان توني بعد كده بيروح لجي دي في الديسكو عشان المفروض ان هو هيبقى جاسوس ليهم في عصابه ليوني، وتوني لما بيروح له اول حاجه بينزله عشان يشقيه عشان ياخد فلوسه اللي كان عايزها منه زمان، وش كده. بس لما بيرجعوا على الديسكو تاني بنكتشف ان سلفاتور كان سهران هناك في ليله خاصه وبتاع، وكان هيتقبض عليه من الشرطه عشان عصابه سانتاكو بلغوا عنه، بس توني بيلحقه وبيهربه من الديسكو، وبعدها بيخلع من الشرطه وبيروحوا على القصر. ومن بعدها سلفاتور بيبدا ان هو يثق في توني اكتر، وبدا ان هو يقربه منه اكتر، وبيقول له يفكوا بقى من فينشينزو والجو ده عشان هو خلاص عينه معاه في القصر عشان هيحتاجوا معاه الفتره الجايه. مع العلم سلفاتور لسه ما يعرفش ان توني ساب الشغل مع فينشينزو اصلا، ولا يعرف حتى الخلاف اللي دار بينهم. المهم ان في نفس الفتره دي بنعرف ان سلفاتور عنده مشكله في استيراد وتصدير بضاعته في المينا، وده عشان في واحده هناك اسمها هوبر هي اللي ماسكه المينا دلوقتي ومش جايه معاها ان هي تتعامل مع سلفاتور. فسلفاتور بيبعت توني بشنطه فلوس كرشوه ليها، وبيروح لها على المينا عشان يفتح معاها كلام ويرجع الحصه بتاعته اللي في المينا عشان يعرف يشغل نفسه ويصدر ويستورد براحته. بس هوبر بتاخد من توني الفلوس وبتقول له امك في العشه ولا طارت، وبتسيب رجالتها على توني عشان يخلصوا عليه. بس توني بيخلص على حبه منهم وبيخلع من الباقي، وبيرجع تاني لسلفاتور عشان يقول له اللي حصل. فسلفاتور بيبدا ان هو يتعصب وبيقرر ان هو يشتغل معاها على الوش التاني، وفعلا بدا يبعت بنات للرجاله بتاعتها اللي شغاله في المينا عشان يشتتهم عن شغلهم، وبرضه خلى توني طارد الرجاله اللي شغالين تحتها على طول عشان يوصل لها رساله انه قادر يوصل لها في اي وقت ويعمل لها حصار نفسي. لحد ما في الاخر هوبر بتطلع في بودكاست على الراديو بتصيح لسلفاتور وبتقول انه خرب المدينه بحروب العصابات وبتاع وبتشرده على الهوا. فتوني بيستغل فرصه ان هي في الراديو دلوقتي وبيروح على مبنى الاذاعه اللي هي فيه، وبيخلص على السواق بتاعها وبياخد لبسه وبيستناها في العربيه لحد ما بتخرج. ولما بتخرج بيفضل يخوفها بسواقته عشان ما ينفعش ان هو يقتلها عشان هي اللي في ايديها المصلحه اللي عايزين يخلصوها. وتوني بيفضل يخبط بالعربيه لحد ما في الاخر بتشوف ان توني عيل واقع على دماغه وهو صغير ومش فارقه معاه لو ماتوا هما الاثنين. وفي الاخر بتضطر ان هي توافق على عرض سلفاتور خوفا على حياتها. وبكده شغل التجاره بتاع سلفاتور رجع يشتغل تاني في المينا زي الاول والدنيا بتبقى تمام. بس في نفس الوقت اللي الدنيا بتبقى فيه تمام والتجاره بتاعت سلفاتور بترجع تاني، الحرب بتبدا ان هي تولع اكتر بين سلفاتور وسنتاكو، وبنعرف كمان انهم مخططين انهم يفجروا الكازينو اللي حيلة سلفاتور. فطبعا توني بينزل على الشارع وبيبدا يروح على المناطق اللي فيها سانتاكو وبيبدا ان هو ينظفها منهم، وبعدها بياخد العربيه اللي كانت فيها القنبله اللي كانت هتنفجر في الكازينو بتاع سلفاتور وبيفجرها بعيد عن الكازينو. وبعدها توني بياخد عربيه وبيروح يفخخها وبياخد بعضه وبيروح على الكازينو بتاع عصابه سانتاكو وبيركن العربيه في الجراج بتاعهم وبيولع في المكان باللي فيه ردا على النمره اللي هم كانوا عايزين يعملوها فيهم. فطبعا عصابه سانتاكو صورتهم بتتهز في السوق، فلازم يردوا رد قوي عشان يرجعوا هيبتهم تاني. وبنعرف من جي دي ان سانتاكو خطفوا الزعيم سلفاتور ليوني شخصيا. اوبا. وطبعا توني شعاره الله الوطن سلفاتور ليوني، فبياخد بعضه وبيطارد الناس اللي خطفت سلفاتور وبيوقف العربيه وبيخلص عليهم، وبعد كده بياخد العربيه اللي فيها سلفاتور وبيرجعه تاني على القصر. فطبعا سلفاتور بسبب نمره زي ديت هيبته هو كمان بتتهز في السوق، فمش بيعدي اللي حصل وبيحلف يمين بالله ما هيهداله بال ولا هينام في فرشه الا لما ينتقم من سنتاكو النهارده ويسيطر على الديسكو بتاعهم بالمنطقه اللي فيها الديسكو كلها. وفعلا سلفاتور بيجمع الرجاله وبيروحوا كلهم على الديسكو وبيخلصوا على رجاله العصابه بتاعت سانتاكو اللي في المنطقه كلها لحد ما بيدخلوا على الديسكو وبيحطوا ايديهم عليه وبيستحوذوا على المنطقه. وبكده صحيفه سلفاتور للاعمال الشمال بتزيد عدد واحد ديسكو بالمنطقه بتاعته. وفي نفس الوقت عصابه سانتاكو بتكون ضعفت عشان فجروا لهم الكازينو بتاعهم واخدوا منهم الديسكو. وبرضه ثقه سلفاتور في توني بدات ان هي تزيد اكتر عشان هو الوحيد اللي كان على طول واقف جنبه في الاوقات الصعبه والدنيا بتبقى تمام. المهم ان بعد كده المفروض ان جي دي هيترقى على حسب الاتفاق اللي كان بينه وبين سلفاتور انه يبقى الراجل بتاع سلفاتور في الديسكو بعد ما يسيطروا عليه. بس بنعرف ان سلفاتور امر الحارس بتاعه ان هو يخلص عليه، وده عشان من وجهه نظر سلفاتور ان جي دي جه عليه اليوم وخان الناس اللي هو اتربى معاهم، فما بالك احنا اللي هو اصلا في نظرنا جاسوس. المهم ان بعد كده توني بيجي له مكالمه من فينشينزو، وملخص المكالمه انه كان بيعتذر له على المعامله الزباله اللي كان بيعملها له زمان، وبيقول له ان احنا كبار على اللي احنا بنعمله ده وبتاع، وسلفاتور عرف اللي حصل بينا وهو محتاجنا اقوياء الفتره دي ولازم نبعيد واحده وتيرا راو الشويتين دول. وفي الاخر بيقول له يجي له عند المينا عشان سلفاتور محتاجهم يخلصوا له حاجه هناك مع بعض. وتوني فعلا بيروح لفينشينزو من اجل سلفاتور عشان يشوفوا عايز ايه. بس لما بيوصل هناك بنكتشف ان فينشينزو عامل له كمين ومحضر له رجالته عشان يخلصوا عليه. بس توني بيخلص على
رجالته كلها ومش بيخلي منهم حد عايش. وبعدها فينشينزو بيدخل متحسبا ان هم خلصوا على توني، بس لقى توني بيقول له بخ. وبنعرف ان فينشينزو عمل كده من دافع الغيره عشان توني قرب قوي من سلفاتور، وسيتو بدا ان هو يسمع جامد جوه العصابه، وكان خايف سلفاتور يرقي توني ويرجع فينشينزو ان هو يشتغل تحت تاني، وبيبقى عايز يخلص على توني، بس توني بيسيطر على الموقف وبيخلص عليه، وبكده مفيش فينشينزو تاني في عصابه سلفاتور. ومن هنا وبسبب موت فينشينزو هيتفتح حرب باب ممنهجه على عصابه سلفاتور بين عصابه اسمها ديابلو وعصابه تانية اسمها ترايدز، وده بسبب معلومه مهمه جدا جي دي كان قالها لتوني قبل ما يخلصوا عليه. قبل ما يخلصوا على جي دي كان قال لتوني معلومه مهمه جدا، عرفنا منه ان في عصابه اسمها سيسيليانز، ودي عصابه تقيله قوي بس مش ظاهره في الصوره، بس بتعرف تتحكم في المشهد اللي داير بين العصابات في ليبرتي سيتي. وبنعرف ان العصابه دي بتمول العصابات الصغيره اللي في المدينه زي عصابه ديابلو وعصابه ترايدز وبرضه عصابه سلفاتور، وبتدعم كل عصابه منهم بالسلاح والفلوس في السر، وبعدها بيسخنوهم على بعض عشان تقوم حروب ما بينهم ويسيبوهم يخلصوا على بعض، وبعد كده يستحوذوا هم على المدينه. وفعلا بيوصل خبر لسلفاتور ان عصابه ديابلو هجموا على الديسكو، وبيبقى فعلا الوضع بشع هناك وبتبقى مجزره، بس توني والرجاله بيسيطروا على الموقف وبيخلصوا على عصابه ديابلو اللي هجموا عليهم وبيفرضوا سيطرتهم على المنطقه تاني. وبعدها على طول سلفاتور كان بعت توني عشان يجيب له الايرادات بتاعته من بيته التاني اللي كان في كالاهام بوينت. ولما توني بيوصل هناك بنتفاجئ بعصابه ترايدز موجودين هناك وبيفخخوا الخزانات اللي موجوده في المكان، وفعلا بيفجروا المكان، بس توني بيعرف ان هو يحاصرهم ويخلص عليهم، وبعدها بيلم اللي اتبقى من فلوس سلفاتور وبيرجع تاني على القصر. ولما بيوصل هناك بنشوف سلفاتور في حاله بارانويا عشان بقى مطلوب للعداله، وده عشان كل الدمار وحرب العصابات اللي دايره في المدينه عمده المدينه ملبسها كلها لسلفاتور، وسلفاتور بيبقى مش واثق في حد في المدينه ولازم يهرب دلوقتي حالا. وفعلا توني بياخد سلفاتور وبيطلعوا بره المدينه خالص وبيعدوا كالاهام بريدج اللي بيفصل شرق المدينه عن غربها، وبيروحوا مكان تبع سلفاتور عشان يستخبوا هناك، بس سلفاتور بيبقى عايز ينتقم من العمده بسبب اللي عمله فيه، فبيبعت توني عشان يخلص عليه. وفعلا توني بيروح له البارك اللي بيلعب رياضه فيها وبيخلص عليه هناك وبياخد التليفون بتاعه، وبكده سلفاتور يكون انتقم من العمده عشان كان مسخن الدنيا عليه. وفي نفس الوقت هيبدا فصل جديد في حياه توني بسبب وقفته جنب سلفاتور في اصعب الاوقات. سلفاتور اخيرا بيقرر انه يرقي توني ويخليه ميد مان، ومن هنا توني مش هيبقى توني حاف، هيبقى الدون توني. بس في نفس الوقت اللي توني بيترقى فيه ده بقى مفيش اصلا عمده يحكم المدينه عشان توني خلص عليه، وده اللي هيخلي عصابه جديده تظهر معانا في الحسبه، وهي عصابه فوريلي، منافس جديد لعصابه سلفاتور وعنده نفس الطموح وهي السيطره على المدينه. وبنعرف ان عصابه فوريلي بيحضروا واحد تبعهم عشان يبقى هو العمده في المدينه، وده عشان يعرفوا يسيطروا عليه والمدينه كلها تبقى تحت ايديهم. ولهذا السبب بدا يظهر لنا ده دونالد لوف، وده الشخص اللي سلفاتور ليوني هيعمل معاه نفس الكلام بالظبط عشان يخليه عمدة المدينة ويبقى تحت سيطرته، وبكده يبقى هو اللي مسيطر على المدينة. وفعلا بتبدأ حرب باردة بين العصابتين عشان كل واحد منهم عايز ينجح الراجل بتاعه في الانتخابات. فتوني بيروح يدمر عربيات الدعاية بتاعت فوريلي اللي في الشارع، وبيخلص على الحلفاء اللي بيتكلموا باسم المرشح بتاعهم، وبيحرق المكن والمطابع اللي بيضخ في مصلحة الدعاية بتاعتهم عشان يضعف شعبيتهم. وبعدها بيروح ياخد ورق التصويت اللي كان هيروح للمرشح المنافس وبياخده عشان يغيره كله لصالح دونالد لوف. بس في وسط ما توني بيكنس لدونالد لوف طريقه السياسي، سلفاتور ليوني بيكون وصل للمساعد بتاع العمده عشان يساله على عصابه فوريلي، وسلفاتور بيفضل يضغط عليه عشان يفهم ايه اللي حصل لحد ما في الاخر مساعد العمده بيعترف، وبنعرف منه ان عصابه سيسيليانز هم اللي عملوا كده وزقوا فوريلي في لعبه الانتخابات عشان تقوم حرب بين العصابات تاني ويخلصوا على بعض، وبعد كده يدخلوا عشان هم اللي يسيطروا على المدينه. ودي بتكون تاني مره تعملها عصابه سيسيليانز وسلفاتور يحصل له خسائر بسببهم، وفي نفس الوقت سلفاتور بيفهمها ان دي عداوه مباشره بينه وبينهم. المهم ان بعد كل ده لجنه الانتخابات بتستبعد دونالد لوف من الانتخابات عشان بيعرفوا ان له علاقه مباشره بسلفاتور، وطبعا سلفاتور مطلوب للعداله فبالتالي بيخسر الانتخابات واللي بيفوز المرشح المنافس بتاع عصابه فوريلي. ومن بعد اعلان النتائج على طول سلفاتور ليوني بيكون اتقبض عليه واتحبس، بس توني بيتنكر في شخصيه المحامي بتاعه وبيروح له السجن، وسلفاتور بيبدا ان هو يوجهه عشان يخفي الدلائل اللي عليه عشان يخرج من الحبس، وتوني فعلا بيروح يخلص له على الشهود اللي في عصابه فوريلي وبيمحي له اي شاهد او اي دليل ضد سلفاتور، وفي نفس الوقت بيضعفهم هم وعصابه سانتاكو عشان دول اقوى عصابتين مدورين الحرب عليه، وحط عليهم عصابه سيسيليانز اللي لسه مش عارفين لها مكان. المهم ان توني فعلا بيبدا ان هو يتحرك في المدينه وبيبدا ان هو يخفي الدلائل اللي ضد سلفاتور، وفعلا سلفاتور بعديها بياخد براءه وبيرجع تاني على القصر وبيبقى كينج في المدينه عشان علم على كل العصابات الكبيره وبيبقى اتحالف مع العصابات الصغيره والدنيا بتبقى تمام. وبنعرف من سلفاتور ان زعيم عصابه سيسيليانز اتصل بيه وطلب منه انهم ينهوا الحرب ويبداوا يعيشوا في سلام من غير اي نزاعات وبتاع، بس سلفاتور بيكون رافض السلام معاه
معاهم عشان هو كبير السوق دلوقتي، وفي نفس الوقت مش ناسلهم اللي عملوه فيه والخسائر اللي سببوها له، فبيكبر دماغه منهم وبيقرر انه يروح للعمده عشان يسقط كل التهم اللي عليه بشكل رسمي. بس لما بيوصلوا هناك بيلاقوا ان عصابه سيسيليانز وصلوا قبلهم وبيخطفوا العمده، وتوني وسالفاتور بيفتحوا النار على السيسيليانز، بس السيسيليانز بينجحوا في الاخر انهم يخطفوا العمده، وتوني وسالفاتور بيفضلوا يطاردوهم لحد ما بينجحوا في الاخر انهم يوقفوهم عند الفنار. وبنعرف ان اللي مثبت العمده ده يبقى مساعد زعيم عصابه سيسيليانز واللي بيبقى اسمه توريني. المهم انهم بينجحوا في الاخر انهم يحرروا العمده وبيخلصوا على توريني قبل ما يهرب بالهليكوبتر بتاعته، وبعدها بقى هم اللي بيخطفوا العمده وبيودوه على المكتب عندهم وبيعملوا له حاله رعب عشان يسيطروا عليه، وهو بيخاف منهم وبيسلم لهم امره وبيبقى تحت طوعهم والراجل بتاعهم. ومن هنا سالفاتور رسميا بقى حوت ليبرتي سيتي على مستوى العصابات وعلى المستوى السياسي عشان هو اللي مسيطر على العمده، وطبعا كل ده حصل بفضل مساعده توني ليه. المهم ان في الاخر سالفاتور بياخد توني وبيقول له تعالى معايا عايزك تروح معايا مشوار، وفي الاخر سالفاتور بياخد توني وبيروح لزعيم عصابه سيسيليانز، وهناك بيسلموا على بعض وبيتفقوا انهم هيوقفوا الحرب ويبقى في بينهم سلام بقى ومش عارف ايه والشويتين دول، وسالفاتور بيمشي الدنيا بيقول طبعا امال يا خبر ازاي، وبعدها بيسلموا على بعض، والراجل العجوز ده اللي بالمناسبه بيبقى هو كمان برضه اسمه ليوني بياخد بعضه وبيمشي. وبعدها وهو ماشي سالفاتور بيميل على توني وبيقول له اسرائيل 3 مرات بعد العشاء، ومن بعدها سالفاتور بيدي توني فلوس كتير وبيشاركه بقى بشكل رسمي عشان هو اكتر شخص واقف جنبه ووثق فيه وتيرارا والشويتين دول، وبتنتهي القصه. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على انستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.